السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مريم، مريضة ذئبة وفشل كلوي، وبعمل فيديوهات توعية عن غسيل الكلى وعن الذئبة وعن مرض الفشل الكلوي. ناس كتير قوي بتدخل تسألني انا شعري بيقع، ايه الحل؟ طب انتي بتعملي لشعرك ايه اللي بتاخديه؟ بتستفادي بايه؟ وغير كده ان انا كنت باخد جرعات كيماوي، كنت باخد بدأت في البيولوجي 3 شهور وهبدأ في الجرعة الرابعة. بصراحة انا لفيت كتير واخدت حاجات كتير قوي 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 قوي. ما لقيتش حاجة جايبة معايا نتيجة نهائي. اخر ما نزلت رحت لدكتورة جلدية، شافت شعري قالت لي انتي كده ناقص فيتامين د، اعملي تحليل فيتامين د. ومن التحليل فيتامين د ادتني برشام فيتامين د باخده كل يوم حباية بعد الفطار. ايه بس ما كنش فطرانه حاجه فيها من منتجات الالبان. بعدين ادتني النقط دي نشوفها معانا. النقط دي 10 نقط على فروة الراس. انا بصراحه مرضتش اطلع غير لما شفت النتيجه في التساقط، واكتر من حد نفس المرض بتاعي اديت له الروجيتا بتاعت الدكتور، جابت معاه نتيجة. غير ان النقط دي السبراي ده اسمه كوفي زنك سائل، ده بيتحكم في تساقط الشعر وبينبت كمان الشعراية. اسعارهم مش غالية، اسعارهم متناول الجميع، حلو جدا. فادني، قلت افيدكم بيها زي ما بطلع افيدكم في فيديوهات عن الغسيل وكده. دي حاجة هتفيد الكل وهتبقى مع الكل. بس فاحنا حبيت اعرفكم بالحاجات دي. يا ريت تكونوا استفدتوا بالفيديو ده واستفدتوا من الحاجة اللي انا جربتها وقلت عليكم، وقلت لاكتر من حد برضو جربها. اي حد عايز مثلا الروجيتا يدخل لي وانا هبعت له الروجيتا كامله بالفيتامين د بكله. بس لازم قبل ما تعملي الفيتامين د لازم تستشيري الدكتور بتاعك الاول على الفيتامين د اللي انت تاخديه، لان عامل اساسي من تساقط الشعر والضوافر وكده. احنا قلنا نشيل الزرع لان هي كل شويه عماله تقع، مش عارفين نكمل الفيديو. بس فقلت افيدكم بالحاجات دي، لان الحاجه دي زي ما انا استفدت حبيت ان انتوا تستفادوا. واي منتج تاني بستعمله كشعر كبشرة كمرطب كأي حاجة هطلع اقولكوا عليها، بس بعد التجربة، علشان ما مثلا ما اطلعش واقول مثلا دي وناس ما استفدتش. لا، ناس كتير قوي بعتلها الروجيتا ودخلوا بعد اسبوع التساقط وقف. النتيجة هتظهر يا جماعة بعد شهر. كإنبات خصلة، كشعر هيبدأ يتقل. أول حاجة هيعملها معاكي إن هو هيوقف تساقط شعر، بعدين بقى هيبدأ خطوة بخطوة بقى الدنيا تبدأ تظبط معاكي حاجة في حاجة. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، واشوفكم في فيديو جاي فيه معلومات أكتر.